وعلاش كتقول ما تخليش الطريق تدوز؟ علاش حنا بالضبط عندك غير هذا؟ لا 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 كنت انا كنشوف انا ما كتقولش خلي الطريق. هذا 4 ترانات. هذا هو الناس 4 ترانات حنا واقفين 45 والله انا عندي يضمن لنا تعاون. انا عندي واش شوفي الله يجازيك الضمانات واش حنا ما غنبقاوش معاك الحل. لا ما كاينش الحل، ديما كنعانيو حنايا. طلبنا شنو قلنا لهم؟ عافاكم غير التران ديال الساقه القصر نوليو نشوف غير ظروف غير لا كليم. تخيل سميت كنطلبوا لا كليم بوحده، لا كليم ما كايناش. كنمشيو في النافيت الصغير، الناس ديال الفواياجور كنتسابقوا باش كنركبوا، الناس ديال الواسيس كيمشيو واقفين، ديال نسيم واقفين. تبع معايا وسكوره واقفين، وسكوره واقفين، وسكوره خيالي كيمشيو واقفين معذبين. حنا كنمشيو كنقطروا ياك كنوصلوا لبرشيد، برشيد كيطلعوا ناس اخرين. ملي كنوصل انا سطات، تخيل اضعف الامام ما طالبش شي حاجه، سطوخ نضربوا على الشمس في الشتا. انا كناخذ تران ديال 6 الصباح، غتسولني غتقول لي ماضي علاش وليتي كتمشي ديال 6 الصباح؟ انا من الناس سطات كنت كناخذ تران ديال 7 الصباح. السلام عليكم. هذا المشكل اللي تيوقع هو ان المشكل ديال الترانات كلشي المغاربه عارفين شنو مشكل الترانات، هو المشكل ديال الروطار وانك ما تقدرش تضبط وقتك معاهم وما عندناش بديل، يعني ما عندناش حل بديل. المشكل اللي كاين هو اننا ركبنا في التران مع 6:30 الصباح على اساس ان كاينين الناس خدامين وعندهم امتحانات، ركبنا مع 6:30 وجايين على اساس 8 الا ربع 8 غنلقوا سميتو يكونوا في كازا فواياجور، يعني واحد ربع ساعه ثلث ساعه تكون في البيرو ديالك في خدمتك او في امتحان او في كذا. جابونا خرجونا من مر السلطان، يعني طراجي ديال 5 دقائق ما بين مر السلطان لكازا فواياجور، خرجونا من مر السلطان ووقفونا في هذه البلاصه حتى تسالي وراه تقدر تصور باش يشوفوا الناس شنو. وقفونا هنا ما عندناش فين نزيدوا، وقال لك ما عندناش الحل. تندوي مع الموظفين الشركه تيقول لك بحالي بحالك حتى انا حاصل، هذا موظف الشركه. جاو الناس اللي عندهم زروب او شي حاجه حاولوا انهم يخرجوا ويمشيو في حالاتهم يحلوا المشاكل ديالهم حتى لو يستفتحوا المشكل ديالها، فتتفاجئوا بانهم محاصرين ما عندهمش فين يمشيو. وهم كما تشوف واقفين هنا تيحتجوا تيطالبوا بثلاثه الحوايج اللي تتسمع بان دابا مفرقه ما بين الناس. انا غنظمها لكم، وانه الاولى هو ان الدراري اللي عندهم امتحانات وكذا باش ما يضيعوش لونسيف تلقى لهم شي حل تتدخل بشي طريقه ما وتحل المشكل. والحل الثاني هو ان الناس مثلا اللي دايرين الانخراطات وكذا انهم يتعودوا، لان هذو الانخراطات والتزام ديال الشركه تجاههم. والحل الثالث هو ضمانات ديال ان على الاقل ما قلناش لهم كاع بدلوا لنا الترانات او ديرهم جداد او الطواليطات نقيين او شي حاجه، ما قلنا لهم والو، حتى الكلمه ما بغيناش ضبطوا لنا الوقت.